زملائي في رابطة بابل للكتاب والأدباء والفنانين الديمقراطيين العراقيين. رحبوا بالأساتذة الكرام، وأرحب وأنتم باسمكم أيضا نرحب بالفنانة العزيزة نادين وأيضا والدتها العزيزة وزوجها العزيز ووالدتها أيضا. واليوم كما عودناكم لا مبدعين من كل جوانب الثقافة والعلوم. سبق وأن كرمنا وأيضا احتفأنا بصدور كتب للصحافة دكتور رياض وأيضا الأستاذ قاسم المنبهر وحميد البصري ومن لندن ومن السويد. واليوم نحتفي بشكل خاص بالعزيزة المبدعة الفنانة نادين. السيدات العزيزات، السادة الأفاضل، طاب مساءكم. أهلا وسهلا بكم إلى أمسية ستكون مميزة جدا بمبدعة بنجمة عراقية جديدة سطعت في سماوات الغربة إلا أنها أضاءت على سماوات الوطن. أهلا وسهلا بكم الذين جئتم لترعوا هذه النبتة، لترعوا هذه النجمة، لترعوا هذه الإطلالة. قبل أن أقدم نجمة هذا اليوم لا بد لي أن أتحدث عن يوم لا أحسد عليه حتى من الأعداء. ذات يوم فوجئت بذلك اليوم بأنني يجب أن أقدم الشاعرة الهولندية بقراءة مقطع من قصيدة لتلك الشاعرة باللغة الهولندية، وأنا أمتلك ليبر فير باللغة الهولندية. تلك الصدمة الأولى. جلست أقلب أوراقي، أرتب أوراقي، أرتب نفسي، صوتا ناعما رقيقا يسأل حقا أنت الأستاذ سلام العرجي؟ عندما رفعت رأسي وكانت المفاجأة الثانية. طالبة لي فارقتها منذ أكثر من 10 سنوات وقبلها كنت أعرفك جيدا. قالت أنا لبنى سهيل الخلال، طالبتك في الفنون الجميلة بابل. قدمت الشاعرات الكبيرات العراقيات وتركت الهولندية فسحة من المجال وخرجت أسحب نفسا عميقا جدا من سيجارة لا أعرف حتى اسمها. كانت فتاة يجاورها شاب، كانا من الوسامة لحد معقول لأنهما قد تدثرا وتدفعا بالقماصل التي تحميهم من البرد الهولندي، من رذاذ المطر في هولندا، من إلى آخره. جاءتني الفتاة بكل شجاعة وقالت مرحبا أستاذ. قلت أهلا وسهلا. بيني وبين نفسي قلت سأبدأ بتلقي الصدمة الثالثة أو ربما الرابعة هذا اليوم. قالت أنا أغني. قلت أهلا وسهلا. بعد قليل سيبدأ محمد البيك في الغناء، ستنصب الأجهزة، بإمكانك أن تبدأي الغناء. قالت أنا أغني وأعتقد أنني أغني لشيتا ولأنوار عبد الوهاب وإلى آخره. أنا وطالبتي التي فارقتها منذ عقد ونيف من الزمان كنا نستمع إلى تلك الفتاة. قلت إذا اذهبي وغني. صمت، لم تغفو أو لم تنتحر بعد السيجارة بين أصابعي وعلى شفاهي. كانت ربما في طريقها إلى الانتحار. كان الصوت جميلا جدا يتسلل إلى مسامعي دون ما موسيقى، وكان الصمت هائلا. تلك القاعة التي اشتعلت بالصخب صمتت 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 وكان الصوت ناعما. تركت طالبتي التي فارقتها وذهبت لأرى تعرف بثقة وتغني صغيرة كنت وانت صغيرون. الرجل الذي كان إلى جانبي قال هل سمعت؟ هل صدقت؟ فرحت وهي قلت ومن أنت؟ قال أنا زوجها. فرحت كثيرا. نادين نجمة الزمن المقبل، رحبوا معي بكلاب. قبل أن ندعو نجمة الليلة، إن للبيئة
أثر كبير جدا على إنتاج العامل المبدع، الأستاذ المبدع، الفنان المبدع، كل شيء مبدع لابد أن تتوفر له أرضية جيدة خصبة تمنحه كل هذا وذاك. طفلة صغيرة ولدت في 9 من آذار في حدائق المنصور الغناء. ولدت هذه الطفلة لعائلة تنوعت في كل شيء. الأم من اليمانية الجميلة، الأب ينحدر من أصول النجفية سكن الكاظمية. كلا الأبوين ينتميان أو يعتنقان الأفكار الوطنية التقدمية الديمقراطية. نمت هذه الطفلة لم تبلغ 4 أو 5 كان الأهل يرصدون حركات هذه الطفلة، يستمعون إلى صوتها، كان جميلا تجيد الحركة. عندما تجتمع العائلتان الكردية والكرماوية من أصول النجفية يرون أن في هذه الطفلة الكثير. سيد عامر، لماذا لا تبعث بنتك إلى مدرسة الموسيقى والباليه؟ هكذا قالت أحد العمات. انتبه سيد عامر إلى هذا الاقتراح، اصطحبها في اليوم الثاني إلى مدرسة الموسيقى والباليه. كانت مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد عامرة بالكوادر الرائعة، عامرة بالفن، عامرة بالرفعة والإبداع. تم اختبار الطفلة على عجالة، كانت متألقة. منهم من قال إنها ستكون رائعة. هكذا استقرت على أحد المقاعد في مدرسة الموسيقى والباليه طويلة، واستمرت لسنوات. تجاوزت المرحلة المتوسطة وهي مبدعة متميزة متألقة. بدأت الترسبات تتراكم، بدأ الظلام يزحف على الوطن، بدأ التخلف هو المهيمن، أو بدأ يحد سكاكينه لخوض ليلته الطويلة. أغلقت مدرسة الموسيقى والباليه. أين يذهب هؤلاء؟ ذهبت هذه الطفلة الجميلة الندية المبدعة المنتظرة أن تكون نجمة، ذهبت إلى ثانوية دجلة وهناك أكملت دراستها، وشاء القدر أن يعاقبها والعائلتين الكرماوية ذات الأصول النجفية والكردية ليس لشيء إلا لأنهم كانوا من الناس الوطنيين التقدميين. غادروا العراق، حطوا رحالهم في ديار الغربة، منهم من كان في كندا، ومنهم من استقر في هولندا، وآخر استقر في لندن، ورابع استقر في كذا. إنهم في الشتات. إذا كانت عائلة الأب عائلة متفهمة واعية ناضجة، فإن عائلة الأم تزخر بالإبداعات التي لا حد لها. أخوالها، أخوان أمها، أبناء عمومة أمها، شعراء عازفين من الطراز الأول. سيروان يا ملكي شاعر وعازف وملحن، هو خال نادين الذي تعتز به، وهو ابن السليمانية. علمها الكثير واستدعاها معه ورافقها معه. هكذا غلبتني مفاجأتي فذكرت اسم نادين. الآن أقول باسمكم جميعا، باسم كل عشاق الإبداع العراقي، أقدم صوتا سبقه إلي الكثير، لكنني كنت قد راهنت على هذا الصوت وقلت إنه صوت المدينة القادم من نفحات بغداد، صوت المدينة القادم من على شرفات بغداد في الربيع وهي تعانق النسيم البغدادي الحقيقي. رحبوا معي بنجمتنا، بالنجمة المستقبلية القادمة
نادين.